لمبة الحرارة نورت في عربيتك فجأة وعملت صوت إنذار، مع إن حرارة العربية تمام على المؤشر، والمراوح بتشتغل وتفصل طبيعي والعربية شغالة تمام. تعمل إيه ساعتها؟ هتبص على قربة المية عندك. قربة المية هتلاقي فيها فيشة زي ما انت شايف كده. قرب المية ديت بيكون فيها حساس عشان يقيس منسوب المية مظبوط ولا مش مظبوط. أول سبب في الموضوع دوت إن المية بتكون أقل من الحساس، تحت الحساس اللي انت شايفه ده. علشان كده الكنترول بيقرا ان العربيه ما فيهاش ميه. طيب تعمل ايه لما تلاقي العربيه ناقصه ميه؟ ممنوع منعا باتا ان انت تفتح القربه والعربيه سخنه. غلط جدا على ايدك وعلى وشك، وغلط كمان على دوره الميه، لانها ممكن تاخد هواء وتعمل جيوب هواء في الموتور، وده بيرفع الحراره بعد كده. المفروض تسيب العربيه تهدى على الاقل نص ساعه، وتبدا تفتح غطا القربه بشويش واحده واحده وبقماشه، وبعدين تدور العربيه وتبدأ تزود مية لغاية ما توصل للمستوى المظبوط. طيب لو لقيت المية كاملة ومظبوطة تعمل ايه؟ هتسيب العربية تبرد شوية أو تهدى شوية وتبص على فيشة القربة اللي انت شايفها دي. ممكن تكون الفيشة ديت مملحة أو مكسورة أو سلكها مقطوع. وممكن كمان في بعض الحالات لو شلتها تلاقي تحتها مية، ويكون ده هو سبب النقص. بتحصل ساعات. الإبرتين بتوع السلك اللي انت شايفهم دول بيبقوا مسربين شوية، فممكن يطلعوا مية، والمية ديت تعمل تمليح وتعمل عزل للإشارة، وبكده الكنترول يقرا برضه إن مفيش مية، فيديك اللمبة الحمراء ديت. فاللمبة الحمراء مش معناها إن العربية سخنة بس، لا، اللمبة الحمراء كمان بتنبهك إن المية ناقصة في العربية. فلما تشوف لمبة الحرارة الحمراء بعد كده ما تقلقش، لازم الأول تعرف سببها إيه. هل هي سخونة موتور ولا مجرد مية ناقصة أو فيشة القربة فيها مشكلة؟ لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لنا متابعة واشتراك في قناة اليوتيوب، هتلاقي لينك القناة في البايو لو انت بتشوفنا من تيك توك. وربنا يستر طريقنا جميعا، وبالتوفيق للجميع. أحمد شاهين.